السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي كويزي لطيفه. اليوم ان شاء الله غادي نشاهدوا طريقه تحضير الحوت ديال السردين مقلي بدون زيت وبدون فرن. طريقه صحيه وسهله. باش تحضروها تبعوا معنا المقادير ومراحل التحضير. غنحتاجوا في المقادير القزبور مقطع رقيق او الكزبور مفروم، الملح، الخرقوم او الكركم، التحميره او البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو، سكنجبير او الزنجبيل، الكمون. انا هنايا استعملت شويه بزايد كيعجبني مع السردين، والقليل من الخلطه ديال السمك او العطريه ديال الحوت، وهذه كتبقى اختياريه. عصير الحامض او الليمون الحامض، وملعقه من زيت الزيتون. واكيد غنحتاجو السمك السردين اللي نكونوا نقيناه وحيدنا له السلسل وخليناه حتى يتقطر مزيان من الماء، وفص من الثوم المفروم. غنخلطوا المقادير ديال التشرموله مزيان وغنشرملو بهم الحوت السردين وغنحطوا وحده على الاخرى كيف كتشوفوا، وغنخليوه يترقد في هاد التشرموله تقريبا نصف ساعه واكثر. قد ما خليناه يتشرب هاد التشرموله قد ما كيجي لذيذ. بعد مرور نصف ساعه كنجيبوا الدقيق الفينو او الدقيق القمح. انا هنايا استعملت دقيق القمح ديال الدار. كنفندو فيه الحوت ديالنا مزيان، وكنجيبوا المقله الثقيله كنحطوها فوق النار، كندهنوها فقط بداكشي اللي هزات الشيتان ديال الزيت، يعني قطيرات فقط من الزيت، غير كنديروا شيته في الزيت وكندهنوا المقله لا اكثر، مره واحده لا اكثر. وكنحطوا فيها الحوت ديالنا، كنخليوه حتى كيتحمر، وكنقلبوه للجهه الاخرى باش كنحمروها حتى هي، وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوه في ديوركم. ما تنسوش ديروا جيم الفيديو وتبارطاجيوه مع اصحابكم، وتشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وزر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. في امان الله.